السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. أجيو نشوفوا شنو قال الإعلام الجزائري على المناورات المغربية الإسرائيلية اللي قريبة من الحدود الجزائرية. منعوها ما منعوهاش، حقا الرئيس تبون طلع راجل ومنعهم. خليكم معايا ما تمشيو فين. مسألة المغرب زيادة على التذكير بأنه اسمع الإخوة الأشقاء الجيران ديالنا شنو تيقولوا، اسمع مزيان. أول من اعتدى، ونحن دائما نتعامل بمنطق ردة الفعل وليس الفعل كما يقول الرئيس تبون. يشير إلى العقلية التوسعية، هذه كلها معروفة. العقلية التوسعية راه كيطبخوا شي طبيخ والله صعيب الواحد يفهمو. العقلية التوسعية هي مزيان الانسان يتوسع في نطاق الصناعة والتجارة ديالو مع الدول اللي قريبة ولا اللي بعيدة عليه. ولا شنو بغيتو نتوما المغرب يبقى دائما كيستورد؟ ما كرهتوش المغرب يبقى دائما دولة مستوردة؟ هو التوسع مزيان. الدولة فاش كتكون قوية كتكون قوية بالتوسع ديالها الخارجي والداخلي. نسمعوا شنو قال هذا الحفيان. منعنا الطيران المغربي عن أجوائنا لتنفيذ مناورات سمعتوا شنو قلت لكم؟ هنا قال لك الرئيس تبون قال لك منعوا المناورات العسكرية المغربية الإسرائيلية. زعما يكونوا هادو يقدروا يمنعوها ولا غير هضره في الكلام؟ شوف، ملي كتقول الاجواء مثلا المغربيه تقدر دير فيها ما بغيتي، راك في ارضك. دابا تخينا هذا كيهضر حقا والواد منعناها ما منع. ما يمكنش تمنع واحد الدوله من مزاوله ولا من واحد المناورات وهي داخل التراب ديالها. شنو زعما غادي تصيب ليهم ولا غادي تمرر ليهم الضجيج؟ الفهم تسطى مشتركة مع الكيان الصهيوني بقرب مجالنا الجوي، وهذا ينافي حسن الجوار. يعني أكثر من الوزير قال لك ينافي حسن الجوار. بالعكس خصهم هما يكونوا فرحانين. نقول لك الله بعدا ما غادي تكون واحد المناورات باش طرات من هنا لقدام واحد شي حرب ولا شي حاجه محجيه اخرى جايه، كيكون المغرب مستعد ليها. كاينه ديجا واحد المناورات وعده مسائل تدريبات وداكشي. هادو ما يديروا مناورات، ما يخليو اللي يدير مناورات. واخا يبغيو يديروا مناورات ما عندهمش باش يديروا مناورات. الصهيوني الذي أتى وهدد. هنالك مناورات مشتركة على الحدود تم منعها، تحرش مباشر تحرش مباشر. دابا هادو عيالات تحرش بهم؟ ما كاينش شي مصطلحات اللي في الاماكن ديالها. اجي فم وقول تحرش زعما المغرب تيبرزط الجزائر ولا ما فهمش، ولا تحول الله هي هما عيالات كيتحرشوا بهم ولا. تحيه للشعب الجزائري. كملوا مع هاد خونا. أيضا يقول أو يفتح نافذة حين يقول علينا وضع حد لهذه الوضعية يوما ما. الشعب المغربي شعب شقيق ويستحق الأحسن. ما رأيك؟ لا، في الحقيقة الشعب الجزائري شعب شقيق ويستاهل الأحسن. فرضتوا علينا الفيزا على المغاربة بالضبط وما خليتوش الشعب المغربي يمشي. واخا ما عندكم ما والو، ما عنده فين يمشي اصلا. كانت الفيزا شحال هذه؟ ما كانش الفيزا شحال هذه وما كان حتى شي واحد كيمشي. هذا باك كاس افريقيا شنو غادي نديروا معكم؟ بالنسبه للجزائر اللي باغي يجيو يتفرجوا في الماتش في المنتخب يأيدوا ويشجعوا المنتخب ديالهم، حتى حنا نفرضوا عليهم الفيزا ما يمكنش. لا ما يمكنش، لا اسمح لي ما يمكنش. رأيك في هذا الخطاب؟ والله يعني قلت لك أنا الخطاب الرئيس عموما فيه يعني ردوده عموما هي رسائل أن الجزائر ماهيش معادية لأحد. اش من ماشي معادية؟ الله يهديك، الله يهديك السي فلان، الله يهديك، الله يهديك. مني شي معادية علاش درتو الفيزا مثلا؟ علاش ماشي معادية؟ علاش درتو الفيزا؟ واخا ما كان كيمشي عندكم حتى شي واحد. قولوا بغينا داك 20 ديال الاورو ولا 20 دولار نعطيوها لكم. ولكن علاش كتقول ماشي معادية؟ اذا الجزائر كتعادي راسها براسها مني فرضت الفيزا. ماهيش في حالة صدام مع أحد ولا تبحث عن أن تتوسع أو أن كذا إلى آخره. مع المغرب مع السرد للوقائع
وقائع فرض الفيزا، وقائع يعني إلقاء القبض على الجزائريين، في حرب الرمال، في كذا، كل هذه. شوف، اي دوله بغات تكون قويه خاصها تنسى الماضي. اذا ما نساتش الماضي ما عمرها ما غادي تقدم، والجزائر باقا كتفكر وكتخايل وكتعيش الماضي. حرب الرمال، ما عاد شنو، هاد الناس هادو الله يهديهم وصافي، الله يهديهم عليهم. الأحداث الجزائر في موضع رد الفعل وفي موضع الدفاع، لكن أخطر شيء حدث رد الفعل السمي، رد الفعل السمي، عندهم واحد السم كيردوا به ردة الفعل. حنا راه هضرنا ديجا، قلنا لكم شنو كاين الاخوان كيف ما كتشوفوا. المهم سمعوا الفيديو نعقبوا عليه. هو الاتيان بالكيان الصهيوني على حدودنا، هذا هو الأخطر صحيح. يعني احنا ثم كنا الوزير الذي هدد ما كناش بالطيران. دولة مواجهة كما يقولوا ودابا راه اي دوله من حقها تعرض على واحد دوله اخرى كيف ما كانت. مثلا الا كانت واحد الدوله اخرى عندها الامكانيات، عندها واحد الدعم، عندها اسلحه، وغادي تعاونك وغادي وتوقف معاك ودير معاك بزاف ديال الحوايج، علاش لا؟ خاصك تستافد ويكون عندك الباب دائما مفتوح في جميع المجالات. خاصك تصنت باش تفهم في المفردات السياسية. نعم. لكن اليوم أصبحت أنت لا ثم يعني القضية ما حبستش هنا في قضية الطيران. قضية فين حبست؟ قول لنا فين حبست القضية. سمعوا مزيان، القضية فين غادي تحبس بالنسبة لي هو أنك يعني يا صهاينة من أصول مغربية تروح دير لهم لي باسبور تاع المغرب وكذا، ويوليو يدخل. شو التزوير دابا؟ قال لك الصهاينة عندهم جوازات السفر، عندهم باسبور مغربي يدخلوا، لا زعما يدخلوا للجزائر باش يتجسسوا علينا. هما في النظريه ديالهم كيتسحابهم الا ما داروش الفيزا ولا ما طبقوش الفيزا على المغرب، غيجيو صهاينة بجوازات سفر مغربيه وغادي يدخلوا وغادي يعشيو لهم تما. شتي العقليه كيفاش دايره؟ يدخلوا كذا، يعني فعلا المغرب تجاوز حتى الافعال السابقه اللي بيناتنا الى الاتيان بعدو الشعبين المغربي والجزائري. صحيح. لما الان يولي الصهيوني يدخل لك بالباسبور المغربي للجزائر وباسم عربي ولست ادري. هاد الاخوان هذو كاينين ما عارفينش بان اي اسرائيلي تزاد في شي دوله الاغلبيه ديالهم كيسميوه الاسم ديالو على داك الدوله. كاين بعضهم اللي كيسمي الاسماء اسرائيليه كاينين، ولكن الاغلبيه كيتعجبوا واحد السميه، كيكون عايش في واحد البيئه كتعجبو الثقافه والابن ديالو تزاد في واحد الدوله كيسميه على السميه اللي قريبه باش ما غاديش يكون واحد، باش يكون كل شيء بالنسبه ليه هو مقاد ومفهوم. ما غاديش يسمي مثلا الابن ديالو شمعون ولا بيريز ولا شي سميه من هاد الاسماء ولا شارو. هذه تولي مشكله كبيره، وخلات الجزائر دائما تلجا الى اتخاذ مجموعه من الاجراءات. دابا تيقلبوا على السبه، كيديروا العصافر الرويضه، ما باغيش المغرب يزيد القدام. الحمد لله كيف ما شفتوا المغرب غادي وكيوصل. ها الطرقان، ها التيرانات، ها لا كوب دافريك، ها لا كوبا ديال الموندو، جميع المجالات. ولينا دولة مصنعة، كنصنعوا الطيارات، البياس ديال الطيارات، الطوموبيلات، ولينا كنصنعوا الباطوات، ولينا كنصنعوا بزاف ديال الحوايج. جميع الدول ديال العالم كتهافت وكتبغي دير المشاريع ديالها في المغرب. من الإجراءات التحفظية أو الحمائية إذا صح التعبير، وقائية في نهاية المطاف. وبعث الرئيس رسالة لما يجب أن يكون عليه الأمر، وهو أن الشعبين المغربي والشعب الجزائري شعبين شقيقين، وأن العلاقات لابد أن تكون علاقات السياسة على الورق واحد الحاجة واعرة، ولكن ما خفية كان أعظم. سمعتوا شنو تيقول؟ السياسة ما بين الشعبين ها كيفاش خصها تكون. كيف ياك المغرب ماد لكم يد العون، ماد لكم اليدين بجوج، وانتوما اللي مزيرين، انتوما اللي سادين على راسكم. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. حسن جوار وعلاقات تعاون وتكامل، وليست علاقات تدافع وتنافي.
وفي هذه تدافع زعما قاعدين في الطويس، شي كيدفع في شي. ربي يعني الرسالة يعني ذكر الشعب المغربي بهذه الصفات. شوف، حنا كنحبوا الشعب الجزائري، الشعب الجزائري فوق راسنا ومن عينينا، كنحبوه ونموتوا عليه. الشقيق لا ما ديرنا البلباله زعما نتايا فاهم وعارف اسمح لي، لا 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 لا، اسمح لي ما متفقش معك في هذه القضيه. والآخ إلى غير ذلك، تخلي أن الرئيس حدد رأس المشكلة في نظام المخزن وليس في الشعب. مشكلتنا مع فصل ما المغرب. بين الشعب. كيضربوا يزقلوا، كيضربوا حق المشكله ماشي مع الشعب، المشكله مع النظام. الله يهديكم. المهم الاخوان، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامه.